السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وعواشركم مبروكه وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. كنتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتوا رمضان في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم باذن الله الوصفه ديال البسبوسه بالكريمه وكذلك بنكهه الموز اللي كتجي لذيذه بزاف، وكذلك الشكل ديالها راقي، بالاضافه انها سهله وما كتحتاج تسقيوها. ولا بغيتوا تعرفوا المقادير وطريقه التحضير، ما عليكم الا تشاهدوا الفيديو حتى النهايه. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 2 حبات ديال البيض، 2 علب ديال الياغورت بنكهه الموز، كاس ديال السميده، نصف كاس ديال السكر، نصف كاس ديال زيت نباتيه، بالاضافه لساشي ديال الفاني ورشه ديال الملحه، وكذلك عندنا كيس ديال خميره الحلويات. بالنسبه للطريقه فسهله جدا. كتاخذوا وعاء وكتوضعوا فيه البيض اللي كيكون بدرجه حراره المطبخ، بالاضافه لباقي المكونات اللي هي الزيت وكذلك السكر والياغورت وخميره الحلويات وكذلك السميده والفاني ورشه ملح. بالنسبه للكاس اللي عبرت به السميده والزيت وكذلك السكر فهو العلبه ديال الياغورت. فبعد ما خويت من هذاك الياغورت فوزنت فيها السكر وكذلك الزيت وكذلك السميده. فبالنسبه لهاد البسبوسه فكتجي لذيذه بزاف بالياغورت اولا بنكهه ديال الموز. فإلا ما توفرش لكم ياغورت بنكهه الموز تقدروا ديروا دانون بنكهه ديال الفانيلا، ولكن من الاحسن ديروا الياغورت بنكهه الموز، كيجي افضل في هاد الوصفه. صافي هنايا بعد ما درت المكونات ديالي كامله في الوعاء، فالطريقه سهله جدا. كنبقاو كنخلطوا المكونات بالفوي اولا بالطراب اليدوي حتى كنتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون متجانس. فكنخليو الخليط ديالنا جانبا وكناخذوا المول العجيب. انا هنايا استعملت هذا المول العجيب ديال الكرانيت اللي خرجوا دابا كما كتلاحظوا الشكل ديالهم راقي بزاف. فاللي ما توفرش على هذا المول ديال الجرانيت فيقدر يستعمل المول العجيب العادي اللي كنعرفوه، اولا كذلك يقدر يستعمل القوالب ديال المول العجيب اللي كيكونوا فرديين كذلك كيجيو راقيين في الشكل ديالهم. فهنايا خديت القالب ديالي ودهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالسميده وكنوضع فيه الخليط ديال البسبوسه ديالي. وفي هذا الاثناء كنكونوا ديجا شعلنا الفران من الاعلى ومن الاسفل وكنخليوه يسخن. من بعد كندخلوا ليه البسبوسه ديالنا وكنخليوها طيب وتحمر لينا وتاخذ لينا واحد اللون ذهبي، عاد كنخرجوها. فبالنسبه للبسبوسه فانا طيبتها على درجه حراره 180 من الاعلى ومن الاسفل، فكل واحد والفران ديالو، غير ما تنقصوش بزاف لدرجه الحراره باش ما تنشف لكمش البسبوسه في الفران. فهنايا بعد ما خرجتها كما كتلاحظوا قلبتها في صحن التقديم فكيجي اللون ديالها ذهبي رائع جدا وكذلك كتجي راقيه في المنظر. فهنايا وهي سخونه كناخذوا الكونفيتور اولا المربى ديال المشمش اولا البرتقال وكندهنوها مزيان بداك المربى. انا هنايا استعملت المربى ديال المندرين منزلي، صراحه كيجي لذيذ مع هاد البسبوسه. فكندهنها مزيان من جميع الجوانب حتى كتشرب لينا ديك المربى اللي كتكون سخونه دغيا كتشرب داك المربى. صافي وكنخليها جانبا وكندوزو باش نحضروا الكريمه اللي غنحشيو بها البسبوسه. بالنسبه للكريمه كنحتاجوا ليها 400 ملي ديال الحليب اللي كيكون بارد، وكذلك عندنا علبه ديال جبن طري بدون سكر، عندنا 2 جبن مربع تقدروا تعوضوه بالجبن المثلث، بالاضافه لكيس من سكر فانيلا، عندنا السكر حسب الذوق و2 معالق كبار عامرين ديال النشا اولا المايزينا. بالنسبه للطريقه فسهله جدا. كتاخذوا كاسروله وكتوضعوا فيه الحليب وكذلك سكر فانيلا. بالنسبه لسكر فانيلا تقدروا ديروا كيس حتى ل2 اكياس ديال السكر فانيلا، وكذلك السكر حسب الذوق بالاضافه للنشا اولا المايزينا، وكنخلطوا كل شيء مزيان حتى كيندمجوا لينا المكونات. وكذلك كنضيفوا عليهم 2 قطع ديال الجبن مربع اولا تقدروا تعوضوهم بالمثلث. فكنخلطوا جميع المكونات وكنوضعوها على نار هادئه مع التحريك المتواصل حتى كنتحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون عاقده كما كتلاحظوا بهذا الشكل. وكنضيفوا ليها بعد ما نحيدوها على النار كنضيفوا ليها ديك العلبه ديال الجبن طري بدون سكر. فانا استعملت هذا النوع ودائما كندير فيه هذا، فاللي بغى يدير شي نوع اخر ديال الجبن فتقدروا ديروا منه 2 معالق كبار ديال الجبن. صافي كتضيفوهم وكتخلطوا كل شيء مزيان حتى كيندمج لنا داك الجبن مع الكريمه. هنايا البسبوسه ديالي بعد ما بردات فكناخذ ديك الكريمه وهي ساخنه وكنوزعها هكا في الوسط في داك الفراغ اللي كاين في الوسط. كنحاولوا نوزعوها وهي سخونه، ما نخليوهاش تتبرد باش هكا تسهل علينا نوزعوها بشكل افضل وكذلك نتحصلوا على واحد السطح اللي كيكون مستوي. فهنايا بالنسبه للتزيين انا خديت هنايا اللوز كونكاسي وحمرته وبقيت كنعمر فيه هكا الفراغات. فهكا اعطيتكم فكره بالنسبه للتزيين. كذلك تقدروا تاخذوا شويه من ديك الكريمه ديال الجبن وتوضعوها في البوش وتبقاو تملؤوا بها دوك الحفيرات اللي كاينين في البسبوسه بدل اللوز كونكاسي. يعني بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار، انا هنايا كنعطيكم فكره هكا التزيين وصافي.
وانتم تقدروا تزينوا باي شيء بغيتوه واي شيء متوفر عندكم في البيت. فهنايا كناخذ اللوز وكذلك كندوروا على البسبوسه على الجوانب ديالها. كما كتلاحظوا التزيين راه واضح في الفيديو، الطريقه اللي زينت بها. فبالنسبه لهاد البسبوسه فكتجي لذيذه بزاف صراحه، غير جربوها ما تندموش عليها. كتجي مفشفشه ورطبه، يعني ما تحتاجوش تسقيوها نهائيا. فهكا تحضروها لصباح العيد، هكا فطور ديال العيد الفطر المبارك ان شاء الله. او لا الا كان عندكم شي ضيوف هكا تحضروها للكوتي، فملي غيذوقوها غيصحاب لهم انها مسقيه، وهي صراحه ما مسقيه ما والو، بالعكس كتجي رطبه بلا ما تسقيوها. فانا صراحه كاع اللي ذاقوها عندي كتعجبهم، فكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. فهنايا كنكمل التزيين ديالي بداك اللوز كما كتلاحظوا. ففي الاول درت الشكل ديال زائد، ومن بعد كنبقى ندير الشكل بحال اكس كما كتلاحظوا. فالفيديو كيوضح الطريقه ديال التزيين كامله. فهنايا بعد ما ساليت كناخذوا هنايا الورد كما كتلاحظوا، الورد الطبيعي، وكنبقاو كنغرسوا في الوسط ديال كل مثلث، كنغرسوا واحد الوريضه هكا. فبالنسبه للوسط فكنوضعوا فيه 3 ديال الوردات. فهنايا انا اعطيتكم هكا فكره ديال التزيين، وانتم تقدروا تزينوا باي شيء بغيتوه. هذا تزيين صراحه سهل، وكذلك كيجي راقي في الشكل ديالو في المنظر ديالو. فكذلك بدل اللوز تقدروا ديروا البيستاج هكا يكون مهرمش، حتى هو تزينوا به بنفس الطريقه اللي زينت بها، حتى هو كيجي زوين وفي المنظر كيجي راقي. فهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالي بالكريمه ديال الجبن مع النكهه ديال الموز اللي كاينه في البسبوسه. صراحه كتجي لذيذه، وكذلك كما كتلاحظوا كيجي المنظر ديالها راقي. كنتمنى ان شاء الله تكون هذه الوصفه نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. والسلام عليكم.